أسوأ 5 كلاب للمبتدئين. الجزء الثاني. رقم 5 البيتبول، واحد من أشرس الكلاب في العالم، عنده قوة عضة بتوصل ل 235 بي سي اي وطاقة عالية جدا. السلالة دي عنيدة وبتحتاج تدريب اجتماعي من سن صغير جدا. لو اتساب من غير تمرين أو تدريب ممكن يبقى مندفع وعدواني مع الحيوانات التانية. رقم 4 التشاو تشاو، من أقدم سلالات الكلاب في الصين وطبيعته مستقلة جدا شبه القطط، مش بيحب الغرباء بسهولة وعنده غريزة حماية قوية جدا. كمان تدريبه صعب لأنه مش من النوع اللي بينفذ الأوامر بسرعة. رقم 3 الدوبرمان، سرعته ممكن توصل ل 50 كيلو متر في الساعة وذكائه عالي جدا. الكلب ده بيتعلم بسرعة، لكن لو صاحبه متوتر أو ضعيف الشخصية هيبدأ هو السيطرة على البيت، وبيحتاج نشاط يومي وتدريب طاعة مستمر. رقم 2 الروت وايلر، من أقوى كلاب الحراسة في العالم، عضلات قوية وحماية زايدة عن اللزوم، لكن لو اتربى غلط ممكن يبقى خطر جدا خصوصا مع المبتدئين. وقبل ما أقولك على رقم 1 صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناة. رقم 1 الكوكن شيبرد، وده الوحش الحقيقي. الكوكن شيبرد ضخم جدا وشراسته عالية بالفطرة، اتربى زمان عشان يواجه الدببة والذئاب ومحتاج شخص خبير جدا يعرف يتحكم فيه، عشان كده بيعتبر من أسوأ الكلاب للمبتدئين. علشان كده لو انت مبتدئ ابعد عن السلالات دي في البداية.